أهلا بيكم في مقدمة أجوبة هامة عن الفداء. ليه ربنا إدى للإنسان حرية الاختيار رغم علم ربنا إن الإنسان هيستخدم حريته غلط؟ وليه الأكل من شجرة معرفة الخير والشر كان بيعبر عن رغبة الإنسان إنه ينفصل عن ربنا؟ وهل الموت اللي نتج من أكل ثمرة الشجرة كان صحيح عقاب من ربنا؟ ولو ربنا صالح وقوي ليه ما منعش إبليس إنه يغري حواء وآدم؟ يعني إيه دم الذبايح كان للتكفير فقط؟ وإنها لا تقدر أن تغفر خطايا؟ وإزاي خطايا المؤمنين في العهد القديم كانت بتتغفر؟ وليه ما كانش حد ينفع يخلص بشريعه موسى؟ وايه الحاجتين الاساسيين اللي المسيح ابتدانا منهم؟ وازاي موت المسيح بيحقق الفداء ده؟ ولمين دفع المسيح الفديه؟ وهل ربنا هو اللي خلى ابليس ويهوذا ورجال الدين اليهودي وبيلاطس يصلبوا يسوع؟ وايه اهميه القيامه اذا كان المسيح قبل ما يموت على الصليب قال قد اكمل؟ واذا كان